السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير وفي أتم صحة وفي أحسن حال يا رب، وكل سنة وانتم طيبين وبكل خير يا رب. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي هبة ودي قناتي. أهلا وسهلا بكم في قناتي. لو لسه ما اشتركتيش في القناة يلا اشتركي وما تنسيش اللايك والشير. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، وقبل ما نبدأ يلا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لسه يا جماعة مكملين في تنظيفات العيد بإذن الله، وزي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهين اللي فاتوا ان انا مقسمة المهام بتاعتي علشان ما اتعبش وكمان اقدر اعمل كل اللي انا عايزاه. وبدأت طبعا بدري شوية. مبدئيا بقى يا جماعة كده انا صايمة، فاول هنا ما صحيت من النوم قلت هبدأ بالمطبخ ان انا ارتبه، وانا نزلت كل الحاجات اللي فيه زي ما شفتوا كده في البداية، وبدأت ان انا ارتب المطبخ وانضفه من جوه والدنيا تبقى تمام عشان يكون نظيف. بعد كده بدأت بقى اعمل الغرفة بتاعتي. طبعا هعملها زي ما عملت الريسبشن وكده، حيطان ومش عارف ايه. بس بصراحة انا ما توفقتش قوي في غسيل الحوائط علشان الدهان ما كانش حلو. طبعا ده هتشوفوه في الفيديو. بس سامحوني يا جماعة ان انا ما صورتش في المطبخ وفي تنظيفه، تنظيف المطبخ نفسه اللي هو الخشب يعني والظرف بتاعته، لان شويه المطبخ كتمه. فبصراحه ما طقتش ان انا يعني ابقى لابسه الطرحه بقى والكلام ده، فسامحوني يعني. بس هو يعني ما فيش اي افتكاسات. انا نزلت رف رف ورحت منضفاه بقماشه طبعا مش مبلوله ولا حاجه. ورحت حاطه تاني المفارش. انا كنت والله كنت حابه ان انا اجيب مفارش جديده للمطبخ، بس يعني يعني ما حصلش نصيب. فان شاء الله هبقى اغيرها تاني معاكم. تمام. وبدات ان انا انزل كل حاجه انضفها واروح مرجعاها كده مكانها تاني. هو ده كل اللي انا عملته في المطبخ، بس مش اكتر من كده. والغرفه هنا زي ما انتم ما شايفين ان انا طلعت كل حاجه، ما خليتش اي حاجه في الغرفه تماما. ستاير شلتها تتغسل، اتغسلت طبعا. السجاده دي اللي هي المشاية الطويله ديت هغسلها برضو، بس انا بصراحه مش هقدر ان انا اوطي اغسلها، فهبعتها الدراي كلين يعني. وزعفت زي ما انتم ما شايفين كده ونفضت وخليت الدنيا زي الفل. تعالوا اقول لكم بقى هنعمل ايه في يوم عرفة. يوم عرفة ده يا جماعة بجد بجد اهم يوم في حياتنا. اه والله العظيم فعلا اهم يوم في حياتنا. صيامه بيكفر سنة فاتت، يعني سنتين، سنة فاتت وسنة جاية. تعالوا بقى اقول لكم بقى ان الدعوة في يوم عرفة ده مستجاب. والله العظيم فعلا اليوم ده الدعوة فيه مستجابة. يوم كده بننتظره من السنة للسنة علشان اي حاجة يعني احنا عايزينها بتتحقق في اليوم ده. اسألوني أنا واسألوا كل الناس اللي جربوا اليوم دوت في دعواتهم. عندكم هموم، عندكم أي طلبات، عندكم كرب، عندكم أمنيات عند ربنا إن شاء الله مش هتترد. أقسم بالله الدعوة يعني في اليوم ده مش هتترد. اليوم ده يا جماعة بنعتبره إن في قدر جديد. كلنا عارفين إن ربنا بيغير الأقدار. انتي وانت بس اللي بإيديكم تصنعوه لنفسكم. الدعاء في يوم عرفة يا جماعة. طيب اقول لكم حاجة تانية. تعرفوا بقى ان يوم عرفة ده اكتر يوم فيه عتق من النار. ربنا سبحانه الله وتعالى بيعتق كمان يعني الرقاب من النار. يوم عرفة ده لو احنا بقى ما تعتقناش وما تعتقش رقابتنا من النار. بصوا يا جماعة انا مش عارفة ان انا يعني اتكلم كده. يعني المفروض ان انا رقابنا وكده. انا بس انا بقول باللغه اللي انا عارفاها. انا بتكلم بالعرب بالبلدي كده. تمام. ما حدش يعني يعلق على حاجه انا بقولها. انا مش سيد الدين، وانا بقول يا جماعه اللي انا اعرفه مش اكتر. انا مش شيخه ولا حاجه، بس انا بقول لكم على الحاجه اللي انا اللي انا اعرفها. تمام كده. فبالله عليكم انا مش عايزه حد يتريق. بصوا هنا يا جماعة طبعا انا سبت التنظيف في الغرفة وكده، لان كان خلاص يعني قلت اظبط بس الاكل لان انا صايمة. تمام. فقلت اظبط الاكل وكده وارجع تاني. هعمل حاجة بسيطة جدا لان انا ما كنتش هقدر اعمل حاجات قوية. يعني هعمل مكرونة بالصوص الابيض وخلاص. المهم هرجع لكم بقى تاني واعرفكم ان ربنا يعني بيعتق رقابنا من النار في اليوم ده كمان.
والله اللي هيعرف فضل اليوم ده والله العظيم يا جماعة مش هيسيبه. انتوا عارفين ان الشيطان يعني بيفضل كده يشب راسه، يعني من كتر المغفرة بيشب كده راسه، فاكر ان ربنا هيغفر له. تخيلوا كده، من كتر المغفرة اللي هو شايفها. هقول لكم برضو مين يا جماعة اللي هيكون محروم. عارفين يعني ايه محروم؟ يعني دي كلمة كبيرة قوي، كلمة محروم دي كبيرة قوي. عارفين مين اللي هيكون محروم من المغفرة في اليوم ده؟ اللي هم بيظنوا ان ربنا مش هيغفر لهم. والله العظيم هم دول يا جماعة اللي هيكونوا محرومين من اليوم ده. والله العظيم ان اللي هم بيظنوا في ربنا ان هو مش هيغفر لهم في اليوم ده. هعيدها لكم تاني، اللي محروم من اليوم ده اللي هو بيظن ان ربنا مش هيغفر له. والله 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 يا جماعة الدعوة مستجابة، وما تحرموش نفسكم في اليوم ده من الدعوات. كل حد عنده دعوة يقولها وربنا مش هيردها له. بصوا يا جماعة الصالحين كانوا بيقولوا ايه؟ ما دعونا دعوة يوم عرفة وما دار عليها الحول. يعني ايه؟ ما جاش عليها السنة اللي بعدها إلا ورأيناها كفلق الصبح. والله يا جماعة أنا الكلمتين اللي أنا بقوله لكم بقى دول كده، ها، دول فعلا أنا بقى سمعتهم وكتبتهم علشان أقول لكم وأكد لكم بالكلام اللي أنا بقوله. لأن طبعا مش أنا اللي مفتكساه، لا ده الكلام ده يعني معروف معروف، بس أنا حابة إن أنا إيه أقوله لكم وأذكركم بيه، علشان يعني إن شاء الله ما حدش إيه يعني الفرصة دي ما تروحش منه. فاهميني؟ احنا هو ايه بنذكر بعض بالحاجات الصح. انا كمان يا جماعة بسمع الكلام دوت يعني وبعمل بيه لما بلاقي حاجة يعني حد قايلها صح، انا بعمل بيها وما برضاش ان انا يعني ايه ان انا يعني افوتها ولا حاجة. او الواحد يا جماعة بيجتهد وبيحاول ان هو يعمل الصح. اه والله العظيم، فربنا كده يكرمنا كده ويكرمكم يا رب، ويبقى كده يوم مستجاب فيه كل الدعاء. اللهم امين يا رب بصوا يا العالمين. بنات، انا عملت الحيطه دي، الجزء ده. عايزه اقول لكم ان مش هينفع اكمل ولا بليفه ولا بسلك، لانه شايفين، مش عارفه شايفين ولا لا، واخدين بالكم كده؟ شايفين الليفه شالت الايه الطبقه الدهان، فايه فكشفت اللون اللي هو اللي قبله. فانا بقى كده مش هعرف اعمل الغرفه دي غير بالفوطه مبلوله بس، وان شاء الله هتجيب نتيجة، وهنجربها طبعا مع بعض في ايه، في جزء تاني. بس كده. بس هنا الباب هعمله من جوه عادي بالليفه والسلك. عايزه اقول لكم ان اصلا يعني من بره انا عاملاه مع الريسبشن، انا عاملاه فايه، فبس خليت الجزء اللي هو اللي جوه علشان لما ايه اعمل الغرفه اعمل ايه الجزء اللي جوه كمان. يلا بقى بينا نكمل. زي ما شفتم كده يا جماعة، وقلت لكم ان ايه ان الحيطة بتاعت الغرفة، او بقى مش عارفة الغرف التانية كده ولا لا يا جماعة. انا بقالي يعني سنة هنا عند ماما، فمش عارفة بصراحة، ما كنتش جربت ان انا ايه اغسل الحيطة. يعني انا في العيد الصغير كان الاماكن بس الباينة كنت بالفوطة مبلولة بس كده، الاماكن اللي هي ايه مكان بصمات ايد مش عارف ايه، هو ده بس اللي انا ايه شلته بالفوطة المبلولة. بس عايزة اقول لكم ان الريسبشن كان سهل جدا، الدهان فيه حلو كويس، دهان يعني بيتغسل. حتى لقيت اماكن كده ما كانتش عايزة تطلع بالليف، عملتها بالسلك ما حصلش اي حاجة، وزي ما شفتوه كان زي الفل والدنيا تمام جدا. فهنا بقى اضطريت ان انا يعني زي ما انتم ما شايفين فوطة مبلولة، وان انا ايه يعني لو في حاجة باينة قوي بفضل ادعك فيها جامد ايه بالفوطة بس، ما قشرش ولا حاجة. لكن ايه، لكن الليفة بصراحة والسلك خلى الدهان كشف من تحت، اللي هو يعني اللي كان اللون الاول قبل الدهان الموف ده كان فيه لون تاني تقريبا على لبني او حاجة، فايه فهو دوت اللي اتكشف وكده. هنا بوريكم بقى ان الايه ان الجزء ده خلص، وكمان العمود ده. بصراحة انا كنت في يعني في دماغي ان انا اشيل التلاجة واغسل وراها، بس ايه لا، ما مش هعمل كده، مش هغسل الحيطه اللي ورا التلاجة. انا بس جريت التلاجة وكنست كده تحتها ومسحتها ورجعتها تاني، وخليت جوزي قبل ما ارجع التلاجة عشان هو اللي كان بيجرها يعني، فما جاتش في التصوير.
فهو بقى اللي مسح التكييف ونضفه وكده بس، ورجعنا التلاجة زي ما كانت. وهنا برضو تحت الشباك، وعملت طبعا الشبابيك بنفس الموضوع بالفوطة مبلولة وخلاص. بس الحمد لله انا كنت هنا يعني منفضه كل الغرفه وتمام. وهنا كمان بلمع ال- الخشب بالفوطه دي. المهم برضو يا جماعه، حابه ان انا اذكركم كده بفضل برضو صيام التسعة دول من ذي الحجه. تمام، يعني ليهم فضل، اللي يقدر يصومهم تمام، مش هيقدر كفايه يوم عرفات باذن الله. وكمان لو حد يعني مش قادر ان هو يصوم من الايام كلها، ممكن يفصل يوم او حاجة، فاللي احنا نقدر عليه يعني نعمله. عايزه اقول لكم هنا يا جماعه بقى، يعني عشان كل شويه يعني اسيب الغرفه واروح اعمل حاجه ومش عارف هنا بقى الليل ليل. هنا كان بعد المغرب، يعني انا هنا كنت فطرت اصلا خلاص والدنيا تمام. وطبعا بقى بذكركم يا نوتيلاتي كده بقى بالروتين العناية الشخصية. يعني بصوا العيد جاي، ما حدش يفوت بقى العناية ببشرته كده، ونعمل ماسكات لشعرنا، نجيب بقى بيجامة كده حلوة جديدة نلبسها في العيد. اوعي تنسى نفسك، مش كل حاجة في حياتنا التنظيف والروتين بتاع البيت بس، لا، يعني انت كمان ليكي حق على نفسك، ولازم يعني تكافئي نفسك. يعني انت دلوقتي تعبتي وشقيتي في بيتك وتنظيفه، وبتعملي تنظيفات عميقة وما اعرفش لا، انت كمان كافئي نفسك على اللي انت عملتيه. ما هو انت لو ما كافئتيش نفسك، ما تستنيش من حد ان هو يكافئك، ما حدش هيكافئك، انت اللي هتقدري تكافئي نفسك كده وتراضي نفسك بنفسك، وتجيبي كل اللي انت نفسك فيه، واللي انت عايزه تعمليه. هو ده اللي هيحصل. يعني انت يعني حرة نفسك، انت اللي هتعملي كل حاجة لنفسك. هنا بقى الحمد لله كنت فرشت الملاية، واخر بقى حاجة كنست كمان الغرفة تاني او تالت او رابع، يعني عشان كنستها كذا مرة، يعني طول ما انا شغالة كده بكنسها. المهم بس بقى، وهنا بمسحها وكده، والدنيا تمام وبقت زي الفل زي ما انتم ما شايفين كده. تمام. هنا عملتها كذا مرة بالماء، عشان يا جماعة انا كنت يعني استخدمت مية وفيها مسحوق اللي هو الاوكسي ده. فحسيت ان الارض فيها فيها صابون، فاضطريت ان انا كل شويه ان انا لحد ما الصابون اختفى تماما من الارض. وهنا طبعا بوريكم ان الستاير اتغسلت. هنا خلاص بقى خلصت الغرفه كلها من اولها لاخرها. تمام. هو الحيطه كده مش احسن حاجه، بس الحمد لله يعني الى حد ما. ان شاء الله ربنا ييسر كده بعد العيد اخلي محمد يدهنها او حاجة، او نجيب حد يدهنها. شايفين؟ الحمد لله خلصتها الحمد لله. يعني كنت شايلة همها، بس الحمد لله كانت قرفتها كويسة شوية. طبعا مع الصيام الدنيا ما كانتش ألطف حاجة يعني. شايفين الدولاب بيلمع بقى، وكل حاجة بتلمع الحمد لله رب العالمين، والباب وكل حاجة. هطلع بقى كده يعني ألم الحاجات اللي في الريسبشن بره، علشان يبقى كده الدنيا هديت، واي حاجة انا طلعتها من الغرفة استغنيت عنها، يعني اللي هتترمي هيترمي، اللي هيتوزع يتوزع. بس بقى كده الحمد لله خلصت زي ما انتم ما شايفين كده. بس بقى يا جماعة، هو ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم كده، وتكونوا اتحمستوا معايا وتشجعتوا معايا. اهم حاجة كده تقومي تخلصي كده اللي وراكي بسرعة. عيد سعيد عليكم يا رب بإذن الله، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم مع السلامة.